يا دنيا طفيتي شمع، يا ناس كترتوا دمعي. لا، هي فانتسي طفيتي شمعي. طب ايه؟ طيب والله العظيم ايه يعني ايه؟ انا مش فاهم. بص، انا مش عارف، يعني انا مش عارف اللعبه دي نفضل نلعبها ونفضل نكملها. بس كده اكتر حاجه ممكن تشتغل معانا هي شركات الدواء اللي بتصنع ادويه ضغط. حقيقي عشان ضغط بقى والسكر والكوليسترول والحاجات، فاهم؟ اللي هتموتنا بدري بدري دي، والله العظيم. طب ايه؟ طيب يعني ايه الوايلد كارد الجميل ده؟ اه والله، ايه ده يعني؟ ايه؟ انا ما فيش حاجه اشتغلت معايا في الوايلد كارد. عملت وايلد كارد محترم. قلت بقى خلاص بقى، لا, لا لازم صلاح، هو لازم صلاح. صلاح الراجل اللي هو في 3 جولات جاب 41 بوينت، قرر ان هو الماتش اللي انا اجيبه فيه يجيب بوينتين. طب اعمل ايه طيب؟ انا لا، مش، لا لا، صعبه قوي دي، صعبه 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 صعبه، حقيقي حقيقي صعب، مش عارف والله. بص، مش عارف يعني. تخيل انت كده، انا كان عندي واتكنز وكنت عارف ان الراجل هيعمل شغل. لقيت الراجل قال لك ممكن يبقى فيه اصابه ومش عارف ايه، وممكن ما يلعبش وفجاه دوران الراجل عامل شغل خفت وقلقت وقلت بقى داخلين على يويفا، فممكن عادي جدا تلاقي واتكنز ايه، مريحه مثلا عشان خاطر هو بالنسبه له الاهم مثلا في يلعبه في اليويفا ولا حاجه. ما حصلش كده، ما حصلش كده، ما حصلش كده خالص. واتكنز جاب 13 نقطه وانا عندي ويلبك، فاهم؟ بص بص، انا قبل ما اقول لك اي حاجه، احنا يعني دلت اللعبه وانا هدلتها، تمام؟ ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وفعل زر الجرس. معاك جهد العمري في هنتكلم كوره. ولو انت لسه ما اشتركتش في فانتزي بريمير ليج كود بتاع هنتكلم كوره قدامك اهو، خش اشترك. ويعني يمكن بقى هو انت مش يمكن، هو انت اكيد انت اللي هتكسب، فاهم؟ يعني انا كده كده مش هكسب خلاص، انا كده كده انسى فكره ان انا ابقى في اول 3 4. انساني خالص، لان ده مش حاجه يعني، فاهم؟ تعالى بقى اعرض لك فرقتي، واعرض لك الفريق اللي انا مشيته يعني، وكان هيجيب لي ايه، واعرض لك ايه اللعيبه اللي انت محتاجها ان هي تبقى معاك الجوله الجايه. لو انت عايز تسمعني، اللي انت حقك طبعا ما تسمعنيش. بس وتعالى اقول لك يعني ايه الحلول، لان انا عندي اصابه جات لي فجاه كده، جننتني. تعالى معايا، تعالى معايا. اول حاجه حضرتك، انا جبت الحمد لله 54 بوينت الويك ده. الويك ده الحمد لله الحمد لله الحمد لله، مع اني مكابتن هالاند والدنيا تمام. وفي ناس، جزء كبير من الناس راحت لصلاح وانا فضلت مع هالاند ثابت، والراجل الصراحه ربنا يكرمه بالكابتنه جاب لي 26 بوينت. بس هو اللي حصل غير كده بقى، اللي حصل غير التوقع بتاعي. يعني انا كنت متخيل ان انا هنزل على المليون و10000 دي يعني. فجاه لقيتني من المليون و10000 للمليون و11000. يعني اللي انا عملته غلط، يعني انا عملت وايلد كارد خسرت بيه. ايه رايك؟ حلوه صح؟ اه والله عندك حق، عندك حق ان انت تبقى عايز تقفل الفيديو وان انت ما تكملش، وحقك والله العظيم حقك. هقول لك ايه، هندرسون في حراسه المرمى جاب لي نقطه اللي هي نقطتني دي. تعادل 2-2 قدام ليستر. هوم، مفيش مشكله، كبر دماغك وعدي ومفيش مشكله عادي. حاج سليبه، بص تخيل انت بقى عندي في وسط دفاع ارسنال كله، يعني أنا في تمبر مش عندي، في جابرييل ابو 15 نقطه مش عندي، في بين وايت ابو 6 نقط مش عندي. انا بقى عندي اللي اخد انذار، فخدت بدل 6 اخدت 5. يعني تخيل، هو ما فيش غير 3 فرق بس اللي جابت كلين شيتس: مانشستر يونايتد وتشيلسي وارسنال. حلو، انا الحمد لله ما عنديش منهم كلهم غير واحد. اه هو واحد بس، ربنا يكرمه يعني. اللي هو مين؟ اللي هو الحاج سليم ابو 5 نقط، بيدرو بورو. كنت متخيل ان الراجل ممكن يعني يساهم في كوره ولا حاجه قدام ارسنال، في ظل غياب بيبقى عندهم خط النص بتاعهم كله. بس هم للاسف توتنهام قرروا ان هم يخسروا الماتش. ما اعرفش، ما اعرفش والله، ما اعرفش. روبرتسون، مشيت ارنولد اللي كان يعني، فاهم يعني ارنولد، وجبت روبرتسون عشان يبقى معايا مليون و100 الف اعرف اتحرك فيهم بعد كده وبتاع، واغير اللعيبه وكده. وفي الاخر اي كلام، عادي. ده جاب نقطه وده جاب نقطه، لان حضرتك ارنولد لبس انذار، ونفس الكلام الباشا التاني لبس انذار. فهل يا ترى في اي جديد؟ مفيش اي جديد خالص. خط النص، خط النص، وركز معايا قوي بقى في حته خط النص دي. كابتن مدويكي الحمد لله اللعيب الوحيد اللي جاب لي 3 نقط، ان هو الراجل اخد كين شيت. بس قرر ما يعملش اي حاجه تانية اكتر من كده، كده كان كفايه عليه قوي.
صلاح نقطتين. سميث رو شكرا، والله العظيم شكرا، انت راجل محترم، حقيقي راجل محترم، 7 نقط. روجرز اللي قاعد بيغلى ومحدش فاهم هو بيغلى ليه، لان هو محدش عايز يشتري واتكنز، وكلهم شايفين ان روجرز ده ب5 مليون، فمفيش مشكله الناس قاعده بتشتريه لان هو مجرد لعيب من استون فيلا ولعيب مهم وهيلعب 90 دقيقه. هل يا ترى ليه لازمه؟ لغايه دلوقتي لسه ما شفتلوش اي لازمه. يعني انا حقيقي تعبت، كل مبارياته نقطتين 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 نقطتين، ولما نطلع بكلين شيت بيبقى 3 نقط. يعني ايه؟ جايب بتاع 9 نقط كل ده، ايه بقى؟ لويز دياز ربنا يكرمه ان هو خرج الدقيقه 60 قبل ما يدخل فيهم الجون اللي دخل فيهم من نوتنجهام فورست. شكرا، شكرا ان انت خليتها 3 بس. يعني انت حضرتك قررت ان انت تجيب في مانشستر يونايتد جونين و3 بونص وكل الكلام ده، وقررت ان انت معايا انا على ماتش نوتنجهام فورست نونو سانتو يديك على قفاك. شكرا. ويلبك، بص بقى في موضوع ويلبك ده. ويلبك ده انا كنت الراجل كنت ناوي ان انا قلت بقى اجيبه. الراجل عنده بص بقى شويه مباريات حلوه. عنده مين بقى يا باشا؟ هقول لك انا. كان عنده إبسويتش تاون هوم، نوتنجهام فورست هوم، تشيلسي اوي، توتنهام اوي. بعد كده مبارياته حلوه، تمام. ويسا كابتن ويسا كان عنده مباراتين صعبين، بعد كده عنده مباراتين سهلين، بعد كده عنده مباريات صعبه، بعد كده في تبادل ما بينه وما بين ويلبك. فقلت بس طب ما تمام كده، يبقى انا كده هفضل العب باتنين مهاجمين وخلاص، ومعايا هالاند ثابت، وابدل بقى ما بين ويلبك وويسا وخلاص والدنيا تمام. يحصل كده؟ لا ما يحصلش كده. ليه بقى؟ هقول لك انا. حضرتك زي ما انت شايف في الصوره كده، عندي ويسا متلقح اخر لعيب خالص، تمام. ما كنتش مقتنع ان هو لا انت اركن، انت بتلعب على السيتي، فاهم؟ فكره بقى ان انت بتشجع فريق مع ان انت عارف اصلا الفريق ده ما بيطلعش بكلين شيتس، دي حاجه لازم الواحد تفصلها. يعني عارف لازم تفصل المشاعر بتاعتك عن فكره ان انت حضرتك وانت بتجيب لعيب، او انت بتحط لعيب عندك في التشكيله، ان انت تعتمد على اللي هو ايه، على العاطفه. العاطفه دي لازم نخرجها بره، عاطفه تخرج بره على طول. فانتزي بتخرج، ما بتحبش العاطفه. جاب نقطتين. كابتن ويز زي ما قلت لك 7 نقط على الدكه اخر واحد. هالاند ربنا يكرمك، ويا ابني والله العظيم اقسم بالله انت اللي فيك الامل. الراجل 13 نقطه، جونين، فاهم؟ الراجل ربنا يكرمه اخد بالبونص مش عارف ايه بتاع بكل حاجه، بالكابتنتي ب 26 بوينت. هالاند تقريبا يعني لو انا كنت 52 كان هيبقى نص عدد النقط بتاعتي. لعيب واحد مقابل 10، يعني هو ب 10. يعني انت حضرتك ممكن تلعب ب 10 الواح خشب وهالاند دغري دغري. وما تقوليش بقى صلاح بقى ومش صلاح، او ممكن صلاح يبقى بعدين بس مش دلوقتي. يعني مش هتنتظر منه. يعني مثلا ايه؟ مثلا هالاند، فاهم؟ صلاح 9 الواح خشب. جيبها لك من الاخر، جيبها لك من الاخر والله بجد من الاخر. بس حضرتك بقى انا ايه؟ موضوع واتكنز ده، الراجل خفت قلت لا الراجل مش هيلعب بقى 8.9، والراجل عليه ايه؟ قمع. هو القمع هو اللي سوحني، مش فكره القمع. حسيت وتخيلت ان الراجل ايه؟ ابتدى مش شايف، حاسس ان هو الراجل قاعد بيضيع في كور كتير، ونايم يمري الراجل هيقول لك يا عم في ايه وانا اقعد استناك بره. هل يا ترى ده حصل؟ لا. الراجل جاب جونين ولا اروع ولا اجمل قدام ايفرتون في الريمونتادا، ورجعوا من 2-0 ل 2-2، وبعد كده دور النزل الراجل جاب الجون الثالث وخلاص. بس واتكنز جاب كام؟ 13 نقطه. ده كان معايا، فانا عملت وايلد كارد عشان اجيب صلاح، عشان اجيب نقطتين بدل ما اجيب 13. انا عملت كده، اه والله انا عملت كده. بس هنصحك نصيحه، لو معاك ايزي باي باي، لو معاك ماتيتا هات. من الاخر، اوليفر جلاسنر مقتنع بالراجل جدا 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 وعايز يديله دفعه، وايزي كمان نفس الكلام. الراجل عنده ثقه في نفسه للاسف بمجموعه البوينتات اللي هو معمل، يعني قاعد بيجيب 2 في 2 في 2 وحاجات عره كده. نصيحه هاته، يعني هات ماتيتا وافكس ايزي دغري. بس حضرتك بقى الفرقه كلين شيتس اللي انا قلتها لك، بص بقى. الويك ده غريب حقيقي. يعني يجي، يعني انا مش عارف، يجي البورموث بينالتي ويتصدى لها الحاج سانشيز، على طول 15 بوينت. الراجل صادت 7 تصديات. انت فاهم يعني ايه الرقم ده؟
7 تصديات، كان بيلعب لوحده تقريبا. يعني الدفاع اللي وراه اللي قدامه ده حقيقي العيال دي ما تستحقش تاخد بوينتس والله. عارف يعني ايه ماتش يبقى فيه 14 انذار واثنين انذارات لكل مدير فني؟ انت فاهم المعدل؟ انت فاهم ده والله بجد؟ ده كل 5 6 دقايق يدي انذار. طب ليه ده؟ كنت لعب ماتش ليه؟ اونانا ربنا يكرمه قدام ساوثهامبتون بيلعبوا اقذر فريق في الدوري، داخل الفريق سجل كل في الاربع مباريات جون واحد بس، جالهم بينالتي. الحاج ارشر بتاع شيفيلد يونايتد ربنا يكرمه راح ركنها بالراحه، اداها لاونانا. الراجل برضه الراجل محترم 13 بوينت. طب ايه يا جدعان؟ ايه انا ليه ما عنديش الكلام ده؟ انا دفاعي كله ما جابش 13 بوينت. يا والله هندرسون ببوينت، ساريا بخمسه، بيدرو بورو باثنين، ادي كده 8، روبرتسون بواحد، ادي كده 9. ايه؟ ف... عندي 4 لعيبه ورا ب9 نقط، وهو اي واحد عنده سانشيز بس 15 نقطه. كل سنه وأنت طيب. ايه بقى؟ ايه والله. فبص بقى يا باشا، طبعا ويسا ربنا يكرمه الراجل مصاب لغايه اخر نوفمبر. فالحل الامثل للحاج ويسا. ما هو الحل الامثل للحاج ويسا؟ الحل الامثل للحاج ويسا عندك واحد من اتنين، ما لهمش تالت عشان ما نفتيش. لو انت معكش بادجت زي كده ومعاك المليون 100، تمام، ويسا كده كده الراجل هيرخص، هينزل خلي بالك 6 تاني. الراجل نصيحة نصيحة نصيحة، حاول تستغل المليون 100 دول، تروح حضرتك تزود، تعمل حاجة من الاتنين. يا اما تجيب وود، بس خلي بالك عشان وود ماتشات الهوم بتاعته بيلعبها كويس، ماتشات الاوي بتاعته بيلعبها مش كويس. فحضرتك وود ماتشاته عاملة ازاي الهوم حتى؟ عندك ماتش برايتن اوي اللي جاي، فولهام هوم، تشيلسي اوي، كريستال بالاس هوم، ليستر اوي. ماتشات انا مش شايف ان هي صعبه، لان كده كده الراجل بيعرف يسجل حتى في الماتشات اللي هم بيخسروها والصعبه. فده حل كويس جدا ان انت ممكن تجيبه، وبفكر فيه بنسبه كبيره. ده واحد. الحل التاني اللي هو انا غريب جدا ان انا اقوله، كابتن علي ربيعه استاذ زيركسي بتاع مانشستر يونايتد، زي ما يعني كابتن ابو تريكه الله الله العظيم الله يمسيه بالخير قالها يعني. هو علي ربيعه، بس عنده كريستال بالاس اوي، توتنهام اوي، توتنهام هوم، استون فيلا اوي، برنتفورد هوم، وويست هام اوي. مباريات برضو مش صعبه لو انت معاك بادجت ومش عايز تحوش وناوي تخليها على بلاطه خالص. ممكن تروح تجيب الراجل الطيب ده، وساعتها ده اخرك يعني ممكن تمشي فيه. هتعمل ايه تاني؟ ايه الحلول التانيه؟ انا شايف ان الفريق ده بتاعي ده ربنا يكرم ربنا يكرم، ما هو ده وايلد كارد، فاهم؟ فانا ما كنتش بس اكيد على الماتش ده، الماتش بتاع الويك 4 بس اتمنى ان شاء الله الجولات الجايه تبقى ظابطه، الخامس والسادس والسابع. كده كده لو في اي حاجه جديده او مختلفه هطلع اديك نبذه كده في السريع بعد اليويفا. ولو في اي حد مدير فني طلع يتكلم في مؤتمر ولا اي حاجه عن اي اصابه او اي غياب او اي حاجه هطلع اتكلم معاك. وطبعا انا اسف لكل واحد جاب خواو بيدرو، بس ما تقلقش ما فرقتش كتير خواو بيدرو من ويلبك يعني. ممكن يكون بدل خواو بيدرو اللي ما لعبش نزل لك حد تاني كويس، فاهم، يكون عدل لك الدنيا. بس انا عندي ويلبك جاب لي اتنين. ممكن انت مثلا كنت حاطط مثلا حد مثلا يجيب مثلا 3 بوينتس مثلا مدويكي مثلا، فظبطت معاك كسبت بوينت عادي. ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتفعل زر الجرس. كان معاك جهاد العمري فنتكلم كوره. استناني طبعا في الحلقه بتاعت مانشستر سيتي اللي جايه بعد مباراه الانتر. مش عايز اي حاجه. سلام.